زي ما قلنا الدرس اللي فات، احنا بني ادمين نموت في الخراب. يعني عندك المكنة زيرو، يعني انا مش شايف فيها يعني الا حاجة بسيطة خالص، يعني ممكن تعيد تصليحها وتتظبط. مش عارف بقى ايه غايتهم في ان هم يقعدوا يكسروا الحاجة كده تطلع مليون حتة. بس هو انا حاسس ان هي ارتياح نفسي، يعني انا لما بتفرج على الفيديوهات دي برتاح نفسيا، مش عارف ليه. شوف البتاع بتخش ازاي، تدخل داخلة ما شاء الله اتفرتكت. تحس ان انت ارتحت نفسيا اول ما اتفرتكت كده. بالك انت لو حطيت حد تعرفه. شوف برضو هنا التكسير، تخيل بقى هيتكسر ولا مش هيتكسر. ما اتكسروش، فشفشت 100 حتة. بس مش عارف ليه الحاجات اللي هي بتتكسر والحاجات الخراب ديت الواحد بيرتاح نفسيا وهو بيتفرج عليها. يعني كل ما الواحد يكون مزاجه متعكر بجيب انا الحاجات اللي هي بتتكسر دي واقعد اتفرج عليها. تتخيل كده البني ادم اللي منرفزك تقعد تكسر دماغه زي الحاجات دي كده. تخيل. مش لازم يعني. اتكسرت على طول. اتكسر في ثانية. دي ضعيفة دي. والله تحس ان كل حاجة كده يعني مش عارف ارتياح نفسي. انت حسيت بارتياح نفسي وانت بتتفرج عليها؟ في ثانية دي تفشفش. البالونة دي مش ضحكت علينا. اتقطعت على طول. طب ودي اتقطعت برضو على طول. ودي اتقطعت على طول. برضو مفيش